ليه ربنا أمر هوشع بأن يتزوج امرأة زانية ويأمر إيليا بعدم الزواج؟ سؤال: لماذا عند الله عدم بكاء حزقيال عند موت زوجته؟ الله كان بيستخدم من حياة الأنبياء تمثيل ظاهري عشان يعرف علاقة إسرائيل بالله. إسرائيل ارتبطت بعريسها اللي هو الله، لكن زنت خلف آلهة أخرى، يسموه الزنا الروحي. زنت خلف آلهة أخرى، وزنت من أول ما طلعوا من مصر لما هارون عمل العجل وقعدوا يعبدوه. فكان هنا إن كأن ربنا عايز يعرفهم. لما يجي يقول له هوشع اذهب خذ امرأة زنا، الناس بتستغرب. ايه امرأة زنا؟ امرأة زنا يعني احنا دلوقتي لما بنشوف ايتام بيودوهم حاجة اسمها الملجأ. زمان ما كانوش يعرفوا عملية الإجهاض، فلما واحدة تحمل ومش عايزين يقتلوها يخبوها لغاية ما الطفل يتولد، إن كان ولد ولا بنت، يجوا في الفجر ويحطوه على قرعة الطريق. ودي حتى موجودة في حزقيال 16: وجدتك ملقاه على قرعة الطريق مدرجة في دمائك. الطفل ده بيسموه طفل زنا. فكانوا بيلموا الأطفال اللي هم اللقطاء، جمع لقيط، ويحطوهم في بيت يسموه بيت الزنا. بيت الزنا يعني دول أولاد. فلما يقول له روح خد امرأة زانية يعني من بيت الزنا، بيت الزنا محدش يرضى يتجوزها إلا ولد من بيت الزنا، يعني علشان لا تعايرني ولا عايرك. فجومر دي كانت من البيت اللقطاء، وكانت متجوزة واحد لقيط وخلفت منه أولاد، وبعدين مات جوزها فقال له روح خدها. كون ان النبي في نظر الله ده انسان نقي وحلو ويروح ياخد واحدة زانية، فالشعب يقول له ازاي كده؟ ازاي انت نزلت بالمستوى وتاخد واحدة لا نعرف اصلها ولا فصلها؟ يقول لهم طب والله اللي ارتبط بيكم وانتوا لا معروف اصلكم ولا فصلكم وبتمشوا ورا الالهة والزنا. فكان بيضرب لهم مثل. فهنا لما بيجي بيتكلم كده. أرميا أمروا بعدم الزواج عشان يضرب مثل إن ربنا هيسيبهم وهيسيبهم فترة طويلة. أما بالنسبة لحزقيال لما قال له إن مراتك اللي أنت بتحبها لما تموت ما تبكيش عليها، علشان كده ربنا بيقول لهم لما يجي تيتوس ويهد الهيكل أنا مش هزعل بقى بالشكل ده ولا أبكي عليكم، لأنه هوذا بيتكم يترك لكم خرابا.